لمعاوية رضي الله عنه، لمعاوية رضي الله عنه، لمعاوية رضي الله عنه الغلاة الذين قاتلوا عليا. من الذي يعتبر هؤلاء من أئمته في حادثة أبادت كثيرا من المسلمين؟ الخوارج الذين خرجوا وقاتلوا علي، قاتلوا عليا. هو ليس رمزا من رموز الأمة، بل رمزا من رموز الخوارج الذين خرجوا على علي، رموز التكفيريين. لمعاوية رضي الله عنه، لمعاوية رضي الله عنه، لمعاوية رضي الله عنه. وهم بكتبهم يكفرون الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب وترحموا على اللي قتل علي بن أبي طالب نصا بكتبها. وما هو بس هم، مجموعة من الصحابة، أعداد كبيرة من الصحابة. وما أدري وينهم أخواننا الشيعة، الشيعة أخواننا، توسط لنا يا فلان ولا فلان اللي تقولون أخواننا الشيعة، توسط لنا عند أخوانك يتكلمون عن موضوع تكفير علي والترحم على قاتلين علي. نبي نشوف. ما تحبون علي فعليا، مو تقولون نحب علي، يلا شوفوا اللي يكفرون علي وشوفوا اللي يترحمون على قتلة علي. ما تحبون علي فعليا، مو تقولون نحب علي، يلا شوفوا اللي يكفرون علي وشوفوا اللي يترحمون على قتلة علي. ما تحبون علي فعليا، مو تقولون نحب علي، يلا شوفوا اللي يكفرون علي وشوفوا اللي يترحمون على قتلة علي. مو تقولون نحب علي، يلا شوفوا اللي يكفرون علي وشوفوا اللي يترحمون على قتلة علي. وأما معاوية فهو صحابي جليل له قدره ومكانته، ما عرف من أعمال معاوية إلا الخير، جمع الكلمة، القيام في وجوه الفرق الضالة، سد الطريق عليهم، ولذلك سمي عام بيعته عام الجماعة، لأن الله جمع به بين المسلمين وسد به على أهل الشر والضلال، وساس المسلمين سياسة حكيمة عادلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مو تقولون نحب علي، يلا شوفوا اللي يكفرون علي وشوفوا اللي يترحمون على قتلة علي. أما معاوية بن أبي سفيان فهو أمير المؤمنين وخال المؤمنين، كاتب الوحي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين معاوية عرف بالتقوى والحلم والفقه والحلم والرفق والفقه، عرف بكل خصال حميدة. عهده عهد زاهر، حتى قال بعضهم لو رأيتم عهد معاوية قلتم هذا المهدي، لما فيه من الخير والصلاح والتقوى والجهاد في سبيل الله. هذا الرجل عان على الأمة، ومن فضلائهم وفقهائهم والفتوى منهم. معاوية فرجل صحب رسول الله، صحب رسول الله، كتب الوحي بين رسول الله، خال المؤمنين، أمير المؤمنين، لا يقدح فيه ولا في صحبته ولا يتهم شيء إلا منافق معلوم النفاق في قلبه مرض. فنحن نحب معاوية ونلعن من قدح فيه، ونعتقد خبثه وضلاله، وأنه عاص لله، مخالف شرع الله، مخالف لإجماع المسلمين. هذا هو نعتقده. فمعاوية رجل صالح أمير المؤمن، اتفق المؤمنون على ولايته ورضي به المسلمون واطمأنوا إليه، وكان معظم الصحابة ومنزل لهم منازلهم رضي الله عنه وأرضاه. مو تقولون نحب علي، يلا شوفوا اللي يكفرون علي وشوفوا اللي يترحمون على قتلة علي. ولذلك لما جه في موقعة صفين، في موقعة صفين بين علي ومعاوية، من الصحابة ناس مع معاوية وناس مع مين؟ مع علي. فسيدنا عمار بن ياسر كان في صف من؟ في صف علي. فبتوع معاوية قتلوا مين؟ عمار. فلما قتل عمار بجنود معاوية، الصحابة تنبهوا إلى حديث قاله رسول الله: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقالوا الله، إذن فئة معاوية هي اللي إيه؟ هي الباغية. فرجعوا من جيش معاوية راحوا الجيش مين؟ عمرو بن العاص ذهب إلى مين؟ إلى معاوية، وقال له: يا أمير المؤمنين، فشت فاشية في الجيش اللي هي استمرت فلم يبق معنا أحد. قال: وما هي؟ قالوا: ويح عمار تقتله الفئة الباغية.
قال أشع فيهم إنما قتله من أخرجه للقتال. يبقى علي اللي هو ايه اللي قتله. شوفوا بقى الفرقان ده، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلما بلغت المقالة لعلي قال قولوا له إذا من قتل حمزة بن عبد المطلب. انتهى كل شيء. مو تقولون نحب علي؟ يلا شوفوا اللي يكفرون علي وشوفوا اللي يترحمون على قتلة علي. واحد بصراحة، الواحد هذا معاوية الذي وقف ضد علي في حقه وأمر بلعن علي على المنبر حوالي 120 سنة، وبإجماع المسلمين أن الذي يسب على البيت كافر. وهذا الرجل استطاع أن يسلب الحق من علي وأهله، ولهذا إلى هذا اليوم نحن نعاني. هذا الذي نعانيه كله، هذا شيعي وهذا رافضي وهذا صفوي وهذا مدري منه وهذا اسمه ذا السوري العلوي، وهذا كله بسبب بهذا السبب وضعنا. واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب، ما ادري منين جاء، ما حد يعرف. والغريب كلهم ما حد يعرف اصولهم منين، ما حد يعرف منين جايين. وهم جاء الشباب التقي الصالح المتحمس للاسلام صدقوا بي، ملاهم يعني كره لكل المسلمين حتى للصحابه. يعني سووا يقولون لك انه ابو الصديق مشرك، ليش قال مشرك؟ قال مو مره قال لما ما تركت لاهلي قال تركت لهم الله ورسوله، وهذا شرك. قتلوا العلماء وقتلوا الدعاة وقتلوا المهندسين. والله في العراق ما بقوا لنا ولا عالم ولا طبيب ولا مهندس، كلهم مشركين. كما هم كان الخوارج يسموها المكفرة، كل من عداهم كافر. بالأستاذ أسامة من أبو ظبي. تفضل أستاذ أسامة. السلام عليكم أخي. مرحبا أستاذ أسامة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بدي أستفسر عفوا من الأستاذ الدكتور أحمد. نعم. سيدنا معاوية في عنه حديث متفق عليه في كتب السنة. نعم. أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، عن سيدنا علي رضي الله عنه. فكيف يأمر بسب علي على المنابر؟ يعني إيش الدليل على هذا الكلام؟ عفوا. الدليل صحيح مسلم يا ناصبي، أنتم نواصب كما هم روافض. هناك نواصب وهو أنتم بتوع معاوية الذي أمر بسب علي، وهذا صحيح مسلم، في صحيح مسلم، مش صحيح مسلم معروف. هذا العصبية لأجل معاوية الذي كل ما نعانيه الآن من معاوية، وأنتم تحبونه كل هذا الحب. والله لو عندكم 1%، وأنا كنت هكذا، أنا من أهل الأنبار، والأنبار نواصب، فهم يحبون معاوية وعلي ما عندهم مشكلة، ما مش بتاعنا هذا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ناصبكم العداء. كيف يمكن أن تكون مواليا لعلي وقاتله، للحسين وقاتله؟ ما يصير له هذا له هذا، اختار لك واحد منهم. ولهذا يا وليدي اتقوا الله في أنفسكم. صح هذه وراثة، ووجدنا آباء لكن صرنا كبار وتعلمنا وقرينا وتبين كلها لعبة يهود. يا وليدي خليك مع النبي وآل بيته. والله العظيم مصيبة هذه الأمة من معاوية. ولو تقرأ هذه إذا تكون بالأحاديث، أبو هريرة يقول والله لولا أني أخاف على هذه لسميت القوم بأسمائهم. وقال له عبد الله بن عمر على فراش الموت لمعاوية، قال له يا عبد الله هل لي من توبة؟ قال له هيهات يا معاوية. يا سيدي كل ما نعانيه الآن من معاوية، هذا تقول على سيدنا، وقالوا قبلك أكبر منك وأكبر مني قالوا سيدنا. هم مسؤولين يوم القيامة. أنت إما أن تكون مع علي أو تكون مع معاوية، اختر لك واحد منهم. اللهم احشرني مع علي، آمين. وأنت إن شاء الله يحشرك مع معاوية إن شاء الله. لا تقارن معاوية وابو معاوية وبالسيف. بتقولون السيرة مالتكم اصحاب المئين بعد ما المعركة مال الحنين ارتدوا عن الاسلام، معاوية وغير معاوية ارتدوا، النبي اعطاهم كل واحد 100 ناقة ورجعوا للاسلام بالتألف. هذا تقيس هذا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ شو هالكلام يا اولادي؟ بطلوا النصب يا ناصر يا ناصبون. انا قرأت حقيقة في منهاج السنة للشيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء السابع صفحة 137 أنه قال إن الله قد أخبر أنه سيجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وكان الخلفاء الثلاثة جميعا مرضيين عند الصحابة والتابعين، ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يطردونه ويسبونه ويقاتلونه. كفاية اللعب هذا. واحد يسب أهل البيت على المنابر وسبهم كفر بالإجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هو أحد في شق المسلمين هذا شق على خلافة على كرسي، وهو اعترف بهذا. وانتم يلي مسوين معنا مسلمين وتقول إخواننا، توسطوا لنا عند إخواننا، يلا ورونا. وش التلوث؟